ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا النهارده طالع لكم فيديو شيق جدا 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 وهيعجبكم، لان طبعا انتوا عارفين ان انا عايش في مدينه تيومين حاليا ورايح مدينه يكاترينبورغ. طبعا ناس كتير هتسالني انت رايح مدينه يكاترينبورغ ليه؟ طبعا دي المدينه اللي انا كنت عايش فيها اكتر من سنه، وليا اخوات كتير هناك وليا اصحابي وليا اصدقائي. لكن طبعا مدينه تيومين برضو ليا اخوات كتير فيها، لكن مدينه يكاترينبورغ بالتخصيص دي اول مدينه انا نزلت عليها من مصر، بلدي من مصر الى روسيا. نزلت على مدينه يكاترينبورغ وتعرفت على ناس جدعان جدا جدا جدا. وطبعا انا ما فيش حد عارف حاليا ان انا مسافر، انا بس رايح بالعربيه بتاعتي، ما فيش حد عارف ان انا مسافر خالص، ولا اي حد من هناك عارف ان انا مسافر. وعامل لكم مفاجاه وعارف ان هي هتعجبكم، واتمنى ان انتوا تتفرجوا الفيديو للاخر عشان هتشوفوا موضوع شيق جدا. واوريكم المدينه طبعا هناك كبيره جدا جدا، هيبقى في فيديوهات كتير هناك، وهيبقى في سلسله فيديوهات عن يكاترينبورغ. وفي مفاجاه في نص الفيديو عارف ان هي هتعجبك، لان في يوتيوبر جميل جدا وراجل من الشخصيات المحترمه والجميله اللي انا بحبها في حياتي. بس مش هطول اكتر من كده لان الدنيا تلج وعايز الحق اروح قبل ما الدنيا تليل. ارفع. طبعا لسه واصلين مدينه يكاترينبورغ، احنا حاليا في السنتر، وده ورايا هنا على طول اطول برج في سنتر. بجد انا بحب مدينه يكاترينبورغ جدا. وطبعا ده مول باساج، مول باساج ده برده من المولات المعروفه جدا في مدينه يكاترينبورغ. طبعا انتوا هتستغربوا انا يعني ازاي عارف الحاجات دي او عرفتها بسرعه، بس انا اصلا كنت عايش هنا اكتر من سنه، ومن اكتر المدن اللي انا بحبها، وعشان فيها ناس بجد غاليه على قلبي. وانا هرن على واحد دلوقتي منهم، استنونا. هو لسه بيدي جرس، الهوا شديد جدا. الو. الو. ايه يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ زي الفل والله. انت الدنيا؟ الحمد لله والله تمام، طمنا عليك. كله الفل كله والله. ايه وايه اخبار الشغل معاك والدنيا؟ والله اهو بكلمك وانا شغال. انت عامل فلوس محدش عاملها في مدينه يكاترينبورغ بقى. ايه؟ عامل فلوس مفيش حد عاملها في مدينه يكاترينبورغ بقى. قد الدنيا يا حبيبي. طب ايه يا عم، فضلت تقول لي هاجي لك يومين ونقضي راس السنه مع بعض مش عارف ايه، خلاص احنا كمان يوم راس السنه. مشغول، ما انت عارف يا اسطى، الواحد في مليون حاجه، شغل والجامعه لسه مخلص اصلا امتحانات. طب يا عم بقالي كتير ما شفتكش. يا عم انا بكلمك كل يوم. ما انت ماشي، انت بتكلمني فيديو، بس انا عايزك تيجي هنا يا باشا تنورني، وحشني. يا عم عادي. انت فاهم انت غلاوتك عندي قد ايه يا مارو؟ يابا قد الدنيا والله، انت عارف فيها. حبيب قلبي والله. طب بقول لك ايه كده، معلش هتقل عليك او مش هتقل عليك، يعني غصب عنك. ايه طيب اهو. في واحد صاحبي كان جاي يعني معاه شنطه بتاعتي وكده. عندك في يكاترينبورغ شنطه ليا يعني فيها. هو عندك في مدينه يكاترينبورغ، وهيديك الشنطه وكده، وانت تبقى تخليها معاك، يعني هي طالما معاك خلاص هبقى في اي وقت تاني. ايوه جاي انت طيب. هو اصلا هو وصل قدام باساج. باساج؟ عند باساج. مين هو طيب؟ انا اعرفه طيب؟ لا انت هتروح اقول لك المكان فين. هو هتلاقيه لابس جاكيت، هتلاقيه لابس بروفال قصدي. ايوه يعني انا هدور قدام باساج. لا مش هتدور، انا هقول لك يسطا فين. هو هيكلمني فيديو انت معايا على التليفون على الشات. يا عم ماشي. انا يا ابني قريب من السنتر، انت قدام باساج. انا يا اسطى عند اللي هو بتاع التزحلق على الجليد ده. بس اللي هو قدام باساج، اللي هو لسه معمول جديد. هو كان مصور لي فيديو، انا لسه اول مره اشوفه. ايه خلاص عرفته؟ ايوه يا ابني في ايه؟ طب خلاص كده انا اصلا ايه؟ لا انت عايز تيجي دلوقتي، هو الواد مستنيك في اي وقت دلوقتي، كمان 5 دقايق، كمان 10 دقايق عادي. بس لو تعرف تروح له دلوقتي، انت عارف ان الجو اكيد ساقع في يكاترينبورغ دلوقتي. طب قشطه. بص انا خلاص بس الباكيت اللي معايا ده، انا خلاص داخل يعني هوصل خلاص الباكيت اللي معايا ده، وانا هقفل البرنامج دلوقتي عشان اروح. هو اكيد هو انا في السنتر، بس انا مش عارف الباكيت ده يخلص فين. 10 دقايق كده طيب، وممكن ارن عليك طيب، او اجي عند باساج واكلمك. هو تقول لي الوقت ده فين، في حته بالظبط. طب خلاص تمام، انا كده هكلمه واخليه يستنى 10 دقايق، بس بالله ما تاخر، عشان عارف انت ايه استاذ في حوار ان انت تصوح البني ادمين. لا مش هسوحك والله. خلص بس الباكيت اللي معايا ده واجي لك. انا وقفت خلاص البرنامج شغل. خلصان. بس الباكيت ده خلص يا حته. ماشي يا اخويا. يلا سلام. طبعا احنا لسه دلوقتي اهو كلمناه. انا عارف ان هو هيتاخر، والله انا متاكد ان هو هيتاخر، لان هو اصلا استاذ في الحته دي دايما من وانا لسه اول ما جيت يكاترين وهو كده. فاحنا هنستناه وهنشوف ردة فعله اول ما يشوفني وكده هيعمل ايه.
يعني انا ما اعرفش اعمل ايه، بس يلا بينا. طبعا في صوت عالي جدا هناك، فانا يعني عايز ابين لكم كل حاجه في الفيديو. دي اول حاجه. تاني حاجه الجو برد جدا، هندخل مول بساج نتدفى حتى لو دقيقتين عقبال ما هو يجي، وانا هقول له يجي يقابلني عند مول ايه بساج. يلا بينا. وطبعا يا شباب زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي داخل مول بساج. طبعا مول بساج من اكبر المولات اللي موجوده في مدينه كاترينبرج. طبعا مدينه كاترينبرج مختلفه عن مدينه تيومين اللي انا جاي منها النهارده. طبعا هنا المدينه فيها عديد من المولات والاماكن الجميله جدا جدا، وانا اصلا بحب المدينه دي. واستنوا فيديوهات بجد شيقه وجميله وهتعجبكم باذن الله في مدينه كاترينبرج. طبعا دلوقتي زي ما قلت لكم مارو هيتاخر، وانا متاكد ان هو كان هيتاخر. احنا دلوقتي مستنيينه، بس كمان شويه هرن عليه واشوف وصل لحد فين واعرفه ان انا في مول بساج وهو يدخل، وهو اصلا ما يعرفش ان انا اللي هقابله، وده كله مفكر ان واحد تاني اللي هيقابله. فاحنا دلوقتي عايزين نشوف ردة فعل. انا هرن على مروان دلوقتي لانه هو اتاخر جامد، والله انا عارف ان هو هيتاخر من بدري. مارو اهو هنشوف. طبعا انا اقرب للمايك هنا عشان تسمعوا حلو. مش لاقيينه لسه، بس عايزينه يرد. ايه وقال خلاص مش هرد على حد. الو هو يا اسطى انت يعني مفيش مره طب تبقى صادق معاه في الكلام يا ابني وربنا كنت بركب عربيه. طيب انا ايه اللي بتركن العربيه في نص ساعه مروان؟ يا ابني في ايه؟ الدنيا زحمه انت مش شايف؟ كل شويه يدخل المول ويطلع. هو دلوقتي في المول بس من جوه. فين في المول يا اسطى؟ فين في المول؟ انت ادخل أنا في المول المول كده، دلوقتي. انت ادخل المول يا اسطى وانا اقول لك. هو بيكتب لي في الشات دلوقتي ادخل المول. طب ثانيه واحده طيب بس. معاك اطلع بس من الباركنج بس كده. ان انا طالع اهو يا اسطى. لو هو بيكتب لك اكتب له قول له ان انا مش عايزه يشوفنا. طب أنا هو في الدور الارضي. هو مش انت الدور في الارضي اللي هو لا اللي فوق الارضي. الدور هو الاول يعتبر. انت في الدور الاول؟ الدور الاول علوي. الدور الاول علوي. طب اطلع له الدور الثاني. اطلع له الدور الثاني. اطلع له الدور الثاني. اطلع له. طب الدور الثاني يا اسطى قول له انا عند التحضير. خلاص انت اطلع له يا اسطى. اطلع له. طب يعني يا مروان الراجل مش من المدينه. معاك على البتاع. معلش اطلع له. يا اسطى المول قفل اصلا خلاص الساعه 10. طب خلاص معلش اطلع له. معلش تعبينك يا استاذ مارو، يعني مش عارفين بجد والله نودي جمالك دي فين. استنى طيب. اكتب له يا اسطى قول له انا طالع لك على سانسيرو. خلاص انا بكتب له في الشات اهو. قلت له اللي هو طالع على سانسيرو. استنى. طبعا هو هناك. تعالى كده اهو. هو اللي طالع على السلم اهو مش باين. الدور الاول اطلع الدور الثاني. لا كمل انت. لف في الدور ده بقى. لف لفه بس هتلاقيه في نفس. يا اسطى راكن العربيه بص وساب اصلا البتاع مفتوح عشان الجو برد. تعال لف ادي لف. انا يا اسطى قدام الباب. انت اللي هو بيدخل الدور الاول. كمل لفه. كمل اللفه. يمين ولا شمال يا اسطى؟ ولا هو فين يا اسطى؟ انت كمل اللفه يا مروان. كمل المحل وانا كمل اللفه بتاعت المول يا مروان. انت عامل حوار ليه؟ هتلاقيه في اللفه. ماشي يا اسطى انا بلف له. وحشنا قوي هو بقالي ساعة شايفك عمال تستنى اقفل التليفون. ساعة شايفك عمال بتلف تقف كل شوية مش عايز تجي هنا. يا ابني انت عمال تقول الدور الاول يا اسطى في دور ثاني تحت. ده الدور الاول يا طبعا. بس ده الدور الثاني. لا يا حاج والله وحش بجد. اخويا طبعا يا جدعان ده بجد من غير كلام كتير. بجد اخ بجد يعني. هو نعم الاخ ومن اكتر الناس اللي عرفتها هنا في روسيا وبحبها جدا هو. ومين معانا التالت؟ زياد بس مش موجود معانا النهارده. كده هشوفه. رحت لك الشقه. ما ردتش ليه وانت في الشقه؟ ما انا بقى انا رحت ما لقيتكش ولا انت ولا لقيت زياد. لقيت مين؟ لقيت حسام هناك. قال لي ده مروان في الشغل ومش عارف ايه والكلام ده. حلو. انا كنت اصلا عامل يعني انا عامل الفيديو ده من البدايه ان انا جاي الاخ ليا هنا وكده. رحت على الشقه ما لقيتش غير حسام. قلت له ما تعرفوش ومش عارف ايه والكلام ده. كنت هستناك في الشقه خلاص. لا ما انا بقى قلت بقى عشان الناس تشوف بقى رد فعلك انت. معانا طبعا مروان، او بلاش مروان عشان هو ما بيحبش اسم مروان، خلينا في اسم مروان. هو طبعا اخويا اللي بحبه بجد يعني. بحبه من قلبي قوي يعني. وهو يوتيوبر قد الدنيا باذن الله. الفتره اللي جايه ايه؟ الايام دي هي مش الفتره اللي جايه.
هي الايام دي، لان انا دلوقتي في مدينه كاترينبرج باذن الله قاعد لمده 10 ايام، ال10 ايام ب10 فيديوهات مختلفه في كل الاوضاع وفي كل حاجه مختلفه. واستنوا فيديوهات جامده جدا جدا جدا. واستنوا بقى الشخصيه الثالثه بتاعتنا اللي هي الحاجه الوحيده اللي ناقصه في الفيديو ده، زياد، لان ده ايه بالنسبه لنا؟ ده الثالث، ده الثالث بتاعنا. استنوا كل الفيديوهات اللي جايه هتكون مختلفه. اقول لهم كلمه بقى، انتوا عارفين الفيديوهات القديمه عامله ازاي وعارفين اللي فات، اللي جاي بقى هيكون مختلف. ان حاجه مش هتليق بيا انا بس لوحدي، ولا هتليق بيكم، هتليق بيا واخويا وابني الثالث. هتبقى حاجه. ما ينسوش يعملوا ايه؟ ما ينسوش يعملوا ايه؟ كده اشتراك اهم حاجه يا جدعان، وقبل الاشتراك لايك وكومنت عشان الفيديو يرفع. اتكلم في الحته دي كتير، هم عارفين هيعملوا ايه. والسلام عليكم.